السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن ألم الثدي في الشهر السابع من الحمل. أولا، أسباب ألم الثدي في الشهر السابع من الحمل. إن ألم الثدي من الأعراض الشائعة والطبيعية والتي تحدث في الشهر السابع أو خلال الشهور الأخيرة من الحمل ومع قرب الولادة، وذلك بسبب الاضطراب الهرموني ونشاط الغدد اللبنية، حيث تلاحظ المرأة الحامل نزول إفرازات صفراء من الثدي فيما يعرف بلبن السرسوب، وذلك هو عبارة عن نزول اللبن من الثدي استعدادا للرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم للجنين والتي يحتاج إليها للنمو، وتحدث تغيرات في نسيج الثدي، وهذا أمر طبيعي. ثانيا، التغيرات التي تحدث في ثدي المرأة الحامل في الشهر السابع. امتلاء الثدي أي يزداد حجم الثدي تدريجيا نتيجة لزيادة حجم الغدد اللبنية، وهي الغدد المسؤولة عن إنتاج اللبن في ثدي الأم. لذلك ينصح بضرورة ارتداء الحمالات المناسبة لحجم الثدي، كما أن كبر حجم الثدي قد يسبب تشقق في الجلد، لذلك لابد من ترطيب الجلد تحت إشراف الطبيبة. 2. وضوح الأوعية الدموية الموجودة بالثدي، حيث يحتاج جسم الأم خلال فترة الحمل إلى زيادة تدفق الدم إلى الجنين وزيادة نموه، وهذا يؤثر على الأوردة ويؤدي إلى بروز الأوردة وخاصة في منطقة الصدر، بالإضافة إلى تكون حبوب صغيرة على الثدي. 3. تكون تكتلات بالصدر نتيجة لارتفاع نسبة هرمون اللبن، هرمون البرولاكتين، وهرمونات الاستروجين والبروجسترون في فترة الحمل، وهذه التكتلات إما أن تكون تكيسات أي تجمع اللبن في منطقة أو أكثر في الثدي، أو أورام حميدة. في تلك الحالة لابد من مراجعة الطبيبة للاطمئنان، بالإضافة إلى تسرب بعض الحليب من الثدي استعدادا للرضاعة الطبيعية. وأيضا من التغيرات نزول إفرازات صفراء من الثدي والتي تعرف بلبن السرسوب، وحدوث ألم في جدار الصدر قد يكون نتيجة لوجود التهابات في الضلوع، ووجود التهاب واحمرار في الثدي مع ألم شديد قد يحدث ذلك نتيجة لحدوث عدوى، وهذا الألم سيزول بعد الولادة تدريجيا بإذن الله، ولا يوجد داعي للقلق، ولكن لا يضر إذا قمت باستشارة الطبيبة. ثالثا، بعض النصائح للتغلب على آلام الثدي خلال الشهور الأخيرة من الحمل. وضع كمادات ماء باردة على الثدي لعلاج تكتلات الثدي وتخفيف الألم الموجود به. ارتداء الملابس الواسعة، كما ينصح بارتداء حمالة الصدر القطنية المناسبة لحجم الثدي والمريحة، ولا يوجد بها طبقات كثيرة حول الثدي، ولا يوجد بها أي أجزاء معدنية حتى لا تسبب أي ألم في الثدي. واستخدام حمالات الصدر المرنة، وينصح بعدم ارتداء حمالة صدر أثناء النوم، وتدليك الثدي بماء دافئ أثناء الاستحمام لتخفيف الألم، مع إمكانية استخدام المسكنات الآمنة خلال فترة الحمل، والتي لابد من استشارة الطبيبة قبل أن تتناولي أي من هذه المسكنات. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو. في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.